الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة الأبرار، من منا لا يعرف شيخ المسلمين والعرب في عصره الشيخ عبد العزيز بن باز. يحدثنا معالي وزير الأوقاف اليمني الشيخ محمد عيضة شبيبة حفظه الله عن صديق له من أبناء الجوف اسمه علي، من أبناء الجوف اليمنية. يقول علي: في يوم من الأيام التقيت بالشيخ بن باز رحمه الله في صرح الجامع، فسلمت عليه وكالعادة يعني رحبت بالشيخ وكذا. قلت: يا شيخ تعشوا عندنا الليلة. قال: فتفاجأت برد الشيخ وقال: تم إن شاء الله نتعشى عندك الليلة، ولكن بشرط، والمؤمنون على شروطهم، ألا يكون هناك تكلف في الطعام، وأن تؤخر لنا العشاء أيضا بعد العشاء قليلا، لأنه عندنا درس نؤدي الدرس ثم نعود العشاء عندك. يقول علي: فقلت: تم يا شيخ جزاك الله خير، ومشينا على هذا ودخلنا في الصلاة. يقول: أنا طول الوقت داخل الصلاة عقلي غير موجود، جالس أهوجس. الضيف اليوم شخصية غير عادية، الشيخ بن باز رحمه الله. بدأت أهوجس يعني كيف سأؤدي حق الشيخ، وأيضا الشيخ إذا جاء لا يأتي بمفرده، الشيخ سيأتي بحاشيته وطلابه وأحبابه. فيقول: أنا هوجست، الإمام يقرأ في واد وأنا في واد آخر. المهم، رحم الله الشيخ بن باز رحمة الأبرار، الله يمشينا ممشاهم، الله يمشينا ممشاهم. يقول هذا الأخ الكريم: قال: ثم انتهت الصلاة فنادى الشيخ: يا علي نمشي. قال: فمشيت معهم وأنا أتلفت من الطلاب سيأتي مع الشيخ. يقول: حتى صعدنا في السيارة منتظر أحد يطلع، ما أحد طلع. قال: التفت في السيارة لوراء، ما أحد جاء. قال: فاطمأن قلبي وبقيت أنا والشيخ والسائق، وأخذنا نمشي في الأحياء حتى وصلنا إلى حي كله قصور، وإذا بنا ندخل قصرا كبيرا ضخما، وإذا بي عندما وصلنا ونزلنا إذا بنا نقابل كبار رجال الدولة، الملك ولي العهد، ولي العهد، وكذلك الملك سلمان أيام ما كان أمير منطقة الرياض، الأمير نايف رحمه الله، رحم الله من توفي وحفظ الله من بقي. يقول: فدخلنا في القصر وإذا بأجلس في صدارة المجلس مع الشيخ بن باز. قدموا القهوة، تقهوى الشيخ، ثم شرع في الدرس مدة 3 ساعة. قال الشيخ يشرح الدرس وهم يستمعون إليه وينصتون، إلا أنا مشغول، كبار رجال الدولة كلهم أمامي، الذين كنت أراهم في التلفزيون الآن أراهم حقيقة عيانا بيانا، وأتلفت في هذه القصور أنظر فيها. انتهى الدرس وخرجنا، فقام الشيخ عفوا، فقال الملك فهد رحمه الله، قال: يا سماحة الشيخ العشاء جاهز. فقال له، اعتذر الشيخ، فأصر عليه الملك، قال: الحقيقة أني مدعو، والسنة، شوف تعظيم السنة، أنه إذا تعارض دعوتان أن تقدم الدعوة الأولى. فالملك يعني رضي بعذر الشيخ وأعذره. قال: وخرجنا وودعوا الشيخ كما استقبلوه، وتمنيت لو أن الشيخ قال هذا الداعي وأنا المدعو، فيقول الشيخ: ما دام احنا نستأذن الداعي وخلاص، قالوا أمر الملك منفذ يعني ما. قال: ولكن الشيخ لم يقبل أن يكون هناك أي حرج لي، كأنه كان يراعي نفسيته يعني. فالشاهد، قال: فخرجنا وذهبنا إلى بنت الأجاويد ونزلنا في شقتي، وتعشى الشيخ عندنا وأكرمناه بما نستطيع هو وسائقه، ثم ودعنا الشيخ ودعا لنا بالخير والبركة. قال: ولكن بقي ذلك الموقف محفورا في ذاكرتي، آثاره لا زالت في نفسي، بداية من قبول الدعوة، الشيخ بن باز الذي وقته مزدحم بالأعمال والفتاوى والاستشارات وزيارة الملوك والأمراء وحل مشاكل الناس وتفقد طلبة العلم وقضاء الحوائج، يفرغ لي من وقته ويأتي يتعشى في بيتي. الأمر الثاني، يقول الشيخ: يأخذني إلى درس خاص بمن؟ بالأسرة الحاكمة، ويجلسني أيضا في صدارة المجلس. الأمر الذي يليه، قال: يترك عشاء الملوك ويأتي وينزل لعشاء طالب علم مستور الحال غريب الديار، كما قال الشيخ محمد عيضة، قال: يغادر القصر لينزل في شقة رجل من أبناء الجوف. هنا العظمة يا أخواني، هنا أخلاق الكبار، هنا يتمثل العالم علمه الذي عمل به
وهكذا ينبغي أن يكون كل عالم وكل داعية وكل طالب علم أن يكون أسوة للناس، ليس فقط علوم ونظريات وأفكار، بل تطبيق وعمل وتنفيذ. رحم الله الشيخ بن باز رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح الجنات، وجمعنا به في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين.